مرحبا، مساء الخير. معكم محمد يسر من قناة الشرق العربي. عندما يتكلم الإرهابي الجولاني بعد ما طلعت المظاهرات، شفنا في إدلب وبكل المناطق والقرى والأرياف والمدن، طلعوا عملاء أردوغان ومن يسموا حالهم إسلاميين يزاودوا على المظاهرات وعلى الشعب. طلعوا يتكلموا هلا بعد ما طلعت المظاهرات ونددت بتركيا والصلح مع النظام، طلعوا خاصة يعني طالعوا عم يزاودوا على الشعب هن بعد ما طلع الشعب. طبعا عندما يتكلم هذا الجولاني الإرهابي بدنا نسأله نحن سؤال، يعني من تفرد بالساحة ونفذ بنود استانا وسوتشي وأدخل الروس إلى المناطق المحررة؟ أليس الجولاني؟ ورافق دورياتها، أليس الجولاني دوريات الروسية مين رافقها؟ ووضع المعابر على حدود عفرين وراح غزا عفرين وذبح عفرين وأهل عفرين ونهب، كلكم شفتوا أظن. الجولاني لن يستريح حتى نحط رحالنا في دمشق. هذا الجولاني هو ما بده يستريح ليحط رحاله في دمشق. الشيء العلامة والمؤشرات، شلون بدك تحط رحالك بدمشق؟ ليش عم تكذب وتدلس على الناس؟ قلنا شلون بدك تحط رحالك؟ بيرك عم تكذب على مين؟ والله العظيم عيب. أول بعدين إيش هو؟ لن ينسوا طبعا، عم بذكر الناس حياة العزة والكرامة بعد حكم الإسلام والثورة. حكم الإسلام والثورة وين؟ هذا حكم الإسلام؟ هذا بإدلبستان هذا حكم إسلام؟ هذا حكم الشيطان. منين سويتوا حكم إسلام؟ والله أمره غريب. يعني طبعا بدي بعبارات دينية مشان يدلس على الناس وإنه هو رجل صالح وإنه هو رجل تقي. للأسف الشديد هذا عندما يتكلم الكذاب المدلس العميل، هذا بيرك جميع غزواته لا تنسوها، ولا أبدا ما عافوا حدا من شره. ذبحوا الناس، أسروا الناس، ما تنسوا. اعتقلوا من أطلق النار على النظام، ما رايح يحارب النظام، اعتقلوا هذا الجولاني يلي بيرك هلا عم دلس وبكذب. طيب ايش بيرك عم بساوي؟ يروح له شو بعد دمشق؟ قصر له كم سنة؟ ليش ما عم بروح؟ وين كان وين صار هلا؟ بيرك على مين عم بيكذب دلس؟ طالع يزاود على الثورات، طالع يزاود على الشعب هناك. للأسف الشديد العميل عميل والصغير بضل صغير وتاجر الدين بضل تاجر الدين. تحت ظل هذا حكم إسلامي، هذا حكم الإسلام اللي سويتوه من قتل أطفال ونساء وشيوخ وسلب بيوت الناس. كم بيت نهبتوا؟ كم بيت استوليتوا عليه؟ بيوت المسيحية وبيوت الناس المعارضين إلكم وبيوت غيرهم. ما نبرك نفتح لك دفاترك حكم إسلام، هذا حكم شيطان. يا شيطان. تحياتي، كان معكم محمد يسر من قناة الشرق العربي.